وبعد ده كله ما اتقبلتش، وبعدها بفترة لقيت بعتلي رسالة بيقول تم قبولك. ازاي؟ معرفش. اهلا بيكم، فيديو جديد معاكم علي. وفي الفيديو ده هتكلم عن تجربتي عموما في مدرسة ستيم و... وازاي دخلت اصلا وازاي قدمت وهل كنت بجهز لها من بدري وكل الحاجات دي بالتفصيل. فيلا بينا على الفيديو. انا عارف اني ما بنزلش فيديوهات بقالي فترة طويلة، بقالي 3 شهور حرفيا، بس كان في كذا حاجة كده مش متظبطة فكنت بظبطها في حياتي عموما. هبقول لكم عليها بعد كده. فعلشان بس الشانل وقعت، فما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشيره مع اصحابك علشان اكتر عدد يشوف الفيديو ده. اول حاجة بالنسبة لما كنت في تالتة اعدادي، ساعتها قرأت شوية عن مدارس ستيم وإن هي مدارس داخلية وكده والمتفوقين وإن أنا لازم أجيب درجات معينة علشان أدخلها وكده. وفي الأول بصراحة ما كنتش حاططها في دماغي إن أنا عايز أدخل ستيم بقى ولازم وأذاكر والشغل ده، لأن أنا كنت بلعب كتير صراحة. وكمان ساعتها كانت بابجي في الذروة بتاعتها، يعني لعبة بابجي كانت في الذروة بتاعتها كده. فكان معايا بقى فون وقتها وكنت منزل اللعبة، كنت مدمنها حرفيا، قاعد ليل نهار بلعب بابجي. فجيت بقى على ما الامتحانات بدأت كده بتاعت ستيم والتقديم فتح، يعني الامتحانات بتاعتي خلصت والنتيجة طلعت وكده والتقديم بتاع ستيم فتح وكده. فأنا قلت إن أنا هقدم بقى وكده وخلاص، جت ما جاتش عادي، أنا مش يعني ما كنتش مهتم أوي يعني. وجيت أقدم لقيت إن التقديم قفل عليا، يعني أنا كنت اتأخرت موت في التقديم. هو بيديك فترة معينة مثلا أسبوعين مثلا للتقديم وتجهيز أوراقك وكده. فأنا يعني سهيت عن الموضوع وما قدمتش، وبالتالي خلاص التقديم قفل وكده. وقلت عادي مش مشكلة، يعني أنا كده كده هدخل ثانوي وبتاع وكده يعني. لأن في أصلا ناس بتاخد كورسات من بدري وبيقعدوا يذاكروا طول الأجازة وحاجات كده، وأنا ما أعرفش أي حاجة من الحاجات دي يعني. فالمهم بعدها بيومين كده لقيتهم بيقولوا إن هم مدوا فترة التقديم تاني بأسبوع كمان. وساعتها قلت يعني خلاص بقى أنا هقدم بقى وخلاص. وبالتالي تاني يوم على طول قدمت فعلا وكده. وحددوا لي وقت الامتحان. في وقت الامتحان ده انا كنت ذاكرت شويه بقى في النص، يعني كان حوالي 4 ايام 5 ايام فرق كده. فبدات اذاكر فيهم في النص كده شويه قوانين على شويه حاجات، يعني على الماشي كده، ما اكيد ما كنتش هذاكر كل المناهج من اول رابعه بتالتة اعدادي، مستحيل من اول رابعه ابتدائي لحد تالتة اعدادي يعني. فالمهم بعدها كان عندي الامتحان هيبقى بعد بكره. وفي اليوم ده كنت بلعب كورة وكده ورجلي اتكسرت ورحت اتجبست وكده، وحرفيا رجلي كانت متجبسة، رجلي الشمال كانت مكسورة نصين وكانت متجبسة وكده. وقلت خلاص مش هروح الامتحانات وكده، بس هو قال لي لا احنا هنروح، والامتحان كان في شبين يعني وكده. ورحت فعلا الامتحان. أول يوم الامتحان هما كانوا 4 مواد، أنا امتحنت أول يوم ماس وساينس بس، علوم ورياضة بس. وبعدين النت وقف عليا، فالامتحانين التانيين فتحوا بس ما حليتش فيهم حاجة فقفلوا عليا، كنتش أنا لوحدي يعني، كان في كذا حد معايا. فالمهم أخدوا أسامينا وقالوا لنا هنحدد لكم يوم تاني ومش عارف إيه، بس ممكن ممكن لأ، علشان الامتحان فتح معاكم فهم ممكن يعتبروا إن انتوا كده فتحتوا الامتحان بس ما حلتوش. فقالوا لنا ممكن وممكن لأ، يعني خلوا في أمل بس مش كتير، لأن ممكن يرجعوا يعملوا لكم الامتحانين دول تاني وممكن لأ. وأنا أصلا الامتحانين أنا كنت حالتهم اللي هو العلوم والرياضة ما كنتش حليت كويس، يعني اللي هو حاسس إن أنا أصلا أنا في حاجات ما كنتش عارفها مثلا، في حاجات عملتها كده بالذاكرة، في حاجات باللوجيك كده، اللي هو مش كل حاجة مظبوطة بالظبط يعني. فالمهم قلت بقى خلاص فاكس كده كده مش هيبعتولي تاني، هيقولوا ان انا فتحت الامتحان بقى وخلاص. فرحت اشتريت بقى كتب ثانوي عام وكده، وقلت هشوف بقى الدروس وكده عشان ابدا دروس مع اصحابي ومش عارف ايه وكده، عشان هما كانوا بدأوا يعني بقالهم اسبوع، انا اصلا كنت فاكس يعني الموضوع. وبعدين لقيتهم بعتولي قالوا لي خلاص انت اتحدد لك الامتحانين التانيين هتمتحنهم يوم كذا. فاستغربت بس قلت ماشي كده كده هروح بقى وخلاص وامتحن تاني، ورجلي كانت متجبسه برضه. فرحت امتحنت الامتحانين الباقيين الاي كيو والانجليزي امتحنتهم في يوم تاني. وبعدها وانا طالع من الاي كيو قلت بس كده خلاص كده مستحيل، الناس بتذاكر وبتحل بقى لها شهور وانا اي كيو انا ما كنتش حليت غير شويه صغيرين او كام ساعه حرفيا معدوده اللي عليت يوم اي كيو. فقلت خلاص مستحيل كده، كده انا بقى ايه اروح احجز دروس وتمام على كده. وفعلا تاني يوم رحت مع اصحابي، انا كنت متجمس بقى وقتها فما كنتش بتحرك على طول، بس قلت هروح درس انجليش مع اصحابي وكده.
وفعلا رحت 4 ايام او 3 تقريبا. كنت بروح فيهم اشوف كذا مدرس وبتاع، وبعدين رحت عند مدرس واحد. الحاجه الوحيده اللي اخدت فيها درس اللي هو الانجليزي، خدت حصتين يعني. وبعدين بعدها انا قلت خلاص بقى، واشتريت الكتب وخلاص بحجز بقى المدرسين وخلاص انا كده تمام. وخلاص بقى انسى حوار ستيم ده اصلا، مفيش منه. وما كنتش متابع بقى. فالمهم كنت بقلب بقى كده على الفيس، لقيت جروب الرافضين منزلين بيقولوا اللي اتقبل مش عارف ايه يقول، واللي اتقبل مش عارف ايه. استغربت انا اصلا، ما كنتش مهتم النتيجه هتظهر امتى ومش عارف ايه وكده يعني. ما كنت فاكس للموضوع. وبعدين لقيتهم بيقولوا النتيجه ظهرت وبتاع، وبيشوف بقى ده مع مين، وكل واحد بيشوف هيبقى مع مين وكده، عشان لو في ناس صحاب وكده يعني. فقلت خلاص انا هدخل اشوف النتيجه وانا قاعد مكاني كده حرفيا. فتحت دخلت على الموقع، لسه جاي اشوف النتيجه لقيت مكتوب اسمي، رقم قومي، رقم جلوسي، مبروك تم قبولك في مدرسه ستيم كفر الشيخ. انا اتقبلت في ستيم كفر الشيخ، ما اعرفش ازاي يعني، ما اعرفش. فالموضوع كان صدمه، كان صدمه في فرحه كده. وبعدين رحت بقى قلت لبابا وقلت لماما وكان الموضوع يعني كان لذيذ يعني وقتها. وخلاص بقى قلت طالما جت خلاص انا هروح. انا اصلا كنت عايز اجرب حوار المدارس الداخلي دي، وان هيبقى معانا ناس بقى ونعمل مشاريع، والمواضيع دي اكتر حاجة يعني كانت في دماغي في ستيم عموما. وان احنا هنعمل بروجكتات وكابستون والحوارات دي كلها. دي اكتر حاجة بكون متحمس لها عموما يعني. بحب الحاجات اللي عملي اكتر من النظري بكتير يعني. حتى لما دخلت كلية دخلت اسنان عشان يبقى فيها عملي اكتر من نظري وكده يعني. مش كلية يكون فيها كله بقى نظري في الأول زي طب بشري أو أي كلية تانية ما فيهاش عملي كتير يعني. فعلشان كده يعني. وبالفعل دخلت بقى ورحت ولقيت ناس كتير من أماكن كتير موت. وفي بقى رحت صحاب كتير من اسكندرية وكفر الشيخ ورشيد وكل حتة كل حتة كل حتة حرفيا في الجمهورية تقريبا. بس أكتر عدد عندنا في ستيم كفر الشيخ كان أكترهم يعني من اسكندرية. كان تقريبا نص المدرسة من اسكندرية يعني. وبس يعني الموضوع جه كده في ثانية، ويعني مرة واحدة. وأصلا يعني أنا ما كنتش معرف صحابي إن أنا هقدم على ستيم وكده، على شيء يعني. صحابي اللي كانوا معايا في إعدادي وكده، أنا أصلا ما كنتش مصاحبهم اللي هو إيه، مصاحبين جامد بقى وبخرج معاهم وبهزر معاهم وكده. كنت بحاول اخد جنب منهم دايما كده، مش عارف ما بحسهمش شبهي في حاجات كتير وكده. يعني كنت باخد جنب كده في عموما منهم. ولما اتقبلت برضو ما قلتش لحد، ولما رحت ما قلتش لحد. و... ولما رحت اصلا قلت بس انا هشيل بقى كل الناس دي وانساهم واعمل ناس جديده. خلاص انا هصاحب ناس جديده واعرف ناس جديده واعرف ناس بعاد عني وما يعرفوش حاجه عني. فبالتالي الدنيا هتكون لذيذه اكتر وكده. وبالفعل عملت كده وشلت صحابي اللي كانوا معايا قبل كده، شلتهم كلهم تقريبا من كل حاجه، وشلت مسحت الاكونتات بتاعتي. مش عارف ساعتها كنت بفكر تفكير كده يعني. بس لو رجع بيا الزمن مش هعمل كده يعني، عادي يعني. كانوا صحابه كده. هما صحابي دلوقتي في شوية منهم، حوالي 5 6 7 كده يعني، لسه صحابي لحد دلوقتي وبنخرج وكده. وعلى طول مع بعض يعني. بس الفكرة إن هي كانت وقتها يعني اللي هو خلاص اقطع بقى مع الناس دي كلها و... وهنكون صحاب من جديد. وبالفعل يعني كونت صحاب في سنين تانيين لحد دلوقتي. أنا دلوقتي داخل، أنا يعني فاضل لي شهرين وهبقى في تالتة أسنان. ولحد دلوقتي صحابي اللي أنا عملتهم من ستيم من أول أولى ستيم لحد دلوقتي، إحنا حرفيا بنتكلم كل شوية و... وبنبقى عايزين نتقابل كل شوية، وكل سنة أو كل ترم تقريبا بننزل نتقابل مرة أو مرتين. واللي احنا مع بعض على طول اللي هو بقى ايه، خلاص بقينا يعني مرتبطين ببعض جامد وكده. فالموضوع يعني لذيذ اكتر وكده يعني. وبس كده، ده كان كل الحوار كده باختصار، او كل الموضوع اللي حصل يعني إن ازاي كنت بفكر في ستيم وازاي دخلتها والامتحانات وكده. وفي فيديو تاني هتكلم بقى عن اولى ستيم وتانية وايه اللي كنا بنعمله بالظبط وازاي قضينا اولى وتانية وتالتة وكل الحاجات دي بالتفصيل. اولها فيديوهات تانية عشان مدة الفيديو بس ما تكونش طويلة وكده. وبس ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو وتشيره مع اصحابك. سلام.